أيوه، زي ما شُفتوا في عنوان الفيديو كده، أنا طلعت حامل وأنا عندي الperiod ومركّبة لبن. هاحكي لكم دلوقتي كل التفاصيل. مبدئيًا كده اللي حصل إن أنا جات لي الperiod عادي جدًا في الميعاد بتاعها، وقعدت الفترة بتاعتها وخلصت في الميعاد المفروض تخلص فيه، وكل حاجة كانت ماشية تمام. بعدها ب4 أيام بالضبط، لقيت إن أنا بطني بتوجعني جدًا، جدًا من تحت ومن ضهري. ما بقيتش قادرة إن أنا أستحمل الوجع، واليوم ده عدّى عادي خالص وصلّيت كل الفروض اللي كانت فيه. بالليل كنت اليوم ده كنت فيه برّه، أول ما روّحت لقيت كمية دم فظيعة، أنا ما بقيتش عارفة الدم ده عبارة عن إيه، يعني ده نزيف والّا ده باقي الperiod جات تاني استحاضة والّا إيه اللي هيحصل؟ كلمت أختي علشان أسألها عن اللي حصل وقُلت لها أنا تعبانة جدًا وحصل 1، 2، 3 أنا مش عارفة أتصرّف إزاي. قالت لي: "ضروري دلوقتي تكلمي الدكتورة بتاعتِك عشان كده الوضع مش تمام، ما ينفعش يبقى عندِك دم من غير ما يكون ليه سبب وأنتِ مش عارفة السبب بتاعه يعني وتفضلي قاعدة ساكتة، لازم تعرفي إيه السبب الأساسي." وبالفعل كلمت الدكتور بتاعتي وقُلت لها على اللي حصل، قالت لي: "عادي بس أنتِ لازم تعملي لي تحليل حمل رقمي." قُلت لها: "تحليل حمل رقمي إزاي يعني أنا مركّبة لولب وعندي الperiod وأساسًا ما حصلش علاقة من بعد الperiod." قالت لي: "ما لهوش أي علاقة اللي أنتِ بتقوليه ده ببعضه، اسمعي الكلام واعملي لي التحليل ده، لإنه ممكن يكون حمل خارج الرحم." قُلت لها: "يعني إيه خارج الرحم؟" فما رضيتش تفهّمني أي حاجة، قالت لي: "اعملي التحليل وقولي لي النتيجة وبعدين هاقول لِك هنعمل إيه وهنتصرّف إزاي." طبعًا أنا قلقت من الكلام بتاعها وحمل خارج الرحم وما أعرفش إيه، فدخلت دَوّرت على طول على النت عشان أفهم. لقيت إن الناس اللي بتكون مركّبة لولب وبتحمل على اللولب ده، ممكن يعني ييجي لها حمل خارج الرحم، وده بيكون عواقبه كتير وِحشة، ممكن يعني نوصل في الآخر لا قدّر الله للوفاة. بيكون الحمل وقف في مكان تاني غير المكان الأصلي بتاعه، وغالبًا بيكون على قناة فالوب، وممكن في الحالة دي إن إحنا نعمل عملية جراحية ونشيل قناة فالوب خالص، وممكن لا قدّر الله ما ينفعش إن أنا أحمل تاني بعد كده. رُحت حكيت الكلام ده لجوزي وقُلت له حصل كذا، 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 قال لي: "لأ طبعًا الدكتورة دي إزاي بتقول كده، إزاي يبقى عندِك period وتبقي حامل وإزاي تبقي مركّبة لوب وما أعرفش إيه." المهم نزلت وعملت التحليل ومستنية النتيجة تاني يوم على أساس إن أنا هالاقي حاجة تانية خالص غير اللي الدكتورة قالتها، وبالفعل طلعت إن أنا حامل، النسبة بتاعة التحليل الرقمي طلعت 300. طبعًا أنا انهارت ساعتها وما كنتش عاملة حسابي أبدًا إن أنا أطلع حامل ولا بتاع، ومش عايزة أساسًا حمل دلوقتي، يعني أنا اكتفيت بابني وقُلت خلاص مش هاجيب حد تاني، أنا مش في حمل إيه، مسؤولية زيادة مش قادرة، أنا مش عايزة دلوقتي إن أنا أكون حامل. فانهارت وعيطت كتير جدًا وبقيت زي ما أكون باصوّت، أنا مش مصدقة اللي أنا فيه، يعني أعمل إيه أكتر من كده؟ عندي الperiod ومركبة loop إزاي أحمل عليه؟ فقعدت أقول لأ أنا مش عايزاه ولو في البداية خلاص أنا هانزّله وبتاع، وقعدوا يزعقوا لي اسكتي وحرام وما تقوليش كده. بجد، بجد كان حالتي وحشة جدًا. المهم لمّا بلّغت الدكتور بتاعتي بالحاجات اللي عملتها والتحليل وكده، قالت لي: "كده يبقى في حمل وهنستنى 48 ساعة تاني ونعمل التحليل ده مرّة تانية عشان نشوف النسبة هتوصل لإيه، لو النسبة بتعلى يبقى في حمل عادي، لو النسبة مش بتعلى هيكون إجهاض." قُلت لها: "طَب آجي لِك، نتطمن، اعملي لي سونار، نعمل أي حاجة يعني أشوف الدنيا فيها إيه، سواء حتى الحمل جوّه الرحم والّا خارج الرحم." قالت لي: "مهما تعملي في سونار أو أشعة أو أيًا كان، ما فيش حاجة هتبان لو أنتِ لسه في البداية." ما صدّقتهاش ورُحت نازلة على المستشفى وقُلت لهم: "عايزة أعمل سونار." الدكتور كشف عليَّ وطبعًا استحالة باللي أنا باقوله له دوّة إن أنا أكون حامل، والتحليل طبعًا باين فيه إن أنا حامل. عمل سونار وعمل كل حاجة، قال لي: "ما فيش حاجة باينة خالص في الرحم." وراح ساعتها شايل لي اللولب خالص. أنا كل ده قاعدة على أعصابي ومش عارفة أنا حامل فعلًا والّا ده كان إجهاض والّا هو حمل خارج الرحم، طب هيبقى موجود فين عشان يحددوا مكانه لازم هيفتحوا فتحة في البطن ويدخّلوا فيها منظار عشان يعرفوا الحمل ده موجود فين بالضبط ويقدروا إن هم يشيلوه، وأنا قاعدة خلاص مش قادرة أستحمل، الوجع جامد جدًا في بطني وفي ضهري، ووجع الأعصاب ده لوحده كفاية باللي بيحصل كله يعني. فاستنيت لغاية أمّا النتيجة طلعت تاني يوم بعد 48 ساعة، قبل ما النتيجة تطلع، رُحت للدكتورة علشان كانت النتيجة متأخرة، كانت الدكتور بتاعتي مسافرة وكان لازم أروح لها في الميعاد ده، وكنت باحسب إن التحليل هيطلع قبل الميعاد بتاعها، فما طلعش للأسف، فبعتّ ماما تروح تجيب هي التحليل، ورُحت أنا للدكتورة على طول يمكن تطمني بأي حاجة، وفعلًا عملت السونار بتاعها وعملت كل حاجة، وما فيش أي حاجة باينة، لا جوّه الرحم ولا برّه الرحم ولا في أي حتة. في الوقت ده وأنا على أعصابي راحت داخلة ماما وجابت التحليل، طلعت النتيجة 100 بعد ما كان 305 بقى 100. إذًا كده خلاص ما فيش حمل، كده أنا كنت في مرحلة إجهاض.
يعني مش عارفة إذا كانت هتبقى حاجة حلوة إن أنا باجهض، والّا دي حاجة وحشة وربنا بيعاقبني عشان أنا اعترضت إني هابقى حامل في بيبي جديد، مش عارفة بصراحة. بس أنا حسيت إن أنا ارتحت من جوايا إن هو إجهاض مش إن هو حمل. طبعًا كان لازم آخد أدوية وعلاجات وحاجات علشان تنزّل الباقي اللي موجود في بطني. وفعلًا أخدت إبر وأخدت علاجات وأخدت حاجات وأخدت الحقنة بتاعة الRH تاني، لإن الفصيلة بتاعة الدم بتاعتي مختلفة عن جوزي، أنا سالب وهو موجب، فكان لازم إن أنا آخد الإبرة دي مرة تانية. مش قادرة أقول لكم كمية الوجع اللي بعد ما أخدت فيه الدوا ده علشان ينزل الباقي من البيبي، وبالاقي كتل دم نازلة بيقولوا لي إن هي دي أجزاء منه، أنا مش عارفة، أنا مش متأكدة ومش عارفة اللي أنا فيه ده كله إيه من البداية يعني. يعني period ولولب وحمل وإجهاض، الحاجة كلها دي جت ورا بعضها. أنا بنزف بقالي كتير قوي وأنا بعمل لكم الفيديو دوت لسه بنزف، أنا لسه ما خفتش. بس أنا يعني كان لازم أطلع أقول لكم اللي حصل لي الفترة اللي فاتت، عشان كده بعت وما كنتش بنزل لكم فيديوهات. فأنا اللي عندي يعني نزيف ووجع بطن ووجع ضهر وكل أعراض الحمل موجودة عندي وترجيع ودوخة وكل اللي قلبكم يحبه. فيعني باقول الحمد لله، يمكن ده تكفير ذنوب، مش عارفة، يمكن ربنا بيعاقبني عشان أنا اعترضت، أنا مش عارفة. كل اللي أنا فيه ده بقى كان بسبب إيه؟ بسبب حاجة صغيرة قد كده أنا أهملتها. رُحت للدكتور بتاعتي من فترة كبيرة، من حوالي سنة مثلًا، وقُلت لها كان عندي مشكلة ما وهي بتكشف عليَّ. قالت لي وهي بتكشف عليَّ إن اللولب متحرّك سنتي من مكانه. قُلت لها: "طب وفيها إيه؟" قالت لي: "إحنا لازم نشيله ونركّب واحد غيره." قُلت لها: "ليه، إيه اللي هيحصل يعني في السنتي ده؟" قالت لي: "ممكن تحملي عليه." قُلت لها: "لو حمّلت عليه يبقى ربنا رايد وخلاص، يبقى هو ربنا رايد إن أنا أجيب بيبي تاني." قالت لي: "يا بنتي نشيله ونركّب غيره." قُلت لها: "لأ." هي ما قالتليش كل العواقب اللي ممكن تحصل. فأنا افتكرتها بصراحة عايزة تشيله علشان نركّب واحد تاني وتاخد فلوس كتير، أنتم عارفين تركيب اللولب في العيادات بيبقى غالي جدًا، غير في المراكز الصحية. من الآخر افتكرتها إن هي بتضحك عليَّ وإن يعني الحكاية كلّها حكاية شغل وبس، وهي كمان غلطانة إن هي ما قالتليش العواقب، ما قالتليش إن ممكن لو حملت يبقى الحمل خارج الرحم أو، ما قالتليش أي حاجة من الحاجات دي. فللأسف أنا سِبت اللولب محطوط متحرّك عن مكانه سنتي، وفعلًا حصل الحمل وحصل الإجهاض وكل الحاجات دي وأنا ما كنتش دارية بأي حاجة. فنصيحة مني ليكم لو سمحتم، كل واحدة مركّبة لولب لازم تروح تطمن عليه. لو لقيتيه متحرك من مكانه شيليه وركبي واحد غيره، ما تسكتوش. لو اللولب اللي انتم مركبينه بيقعد 5 سنين، روحي قبل ما ال5 سنين دول يخلصوا. روحي وتابعي وشوفي لو انت مش عايزه بيبي تاني علشان ما تتحطيش في اللي انا اتحطيت فيه. على فكره انا عامله لكم الفيديو دوت ومركبه فلتر اساسا، انا لا قادره احط ميك اب ولا قادره اعمل اي حاجه، بس عشان تشوفوا شكلي انه رايق شويه. لكن انا يعني حالتي دلوقتي بجد انا بتصفى، انا نزفت كميه دم فظيعه. يعني أنا كان عندي الperiod قعدت 7 أيام، وبقى لي من ساعة ما رُحت عملت التحليل 10 أيام، بقى لي 17 يوم بانزف دلوقتي، متواصل كده. والمفروض إن بعد الفترة دي تيجي لي period تانية وتقعد تاني، يعني أنا كُلّه ورا بعضه. مش قادرة أقول لكم كمية الهذلان اللي أنا بقيت فيها، فمن فضلكم ما حدش فيكم يحط نَفْسه مكان ما أنا حطيت نَفْسي. تابعي نَفْسِك أول بأول وما تهمليش، لو أنتِ مش عايزة baby تاني لازم تتابعي اللولب أول بأول. على قد التعب اللي أنا تعبته ولسه فيه لغاية دلوقتي، على قد ما أنا باحمد ربنا إن الحمل ما طلعش برّه الرحم، ما طلعش على قناة فالوب، كان طالع حمل يعني أساسي في الرحم طبيعي جدًا، بس حصل له إجهاض لإن أنا ما كنتش عارفة إن أنا حامل. كنت باتحرك وباطلع وبانزل باروح أجري ورا ابني وباعمل وباشيل وباسوي، فأنا ما كنتش أعرف، عشان كده حصل الإجهاض. فالحمد لله إن هي جات على قد كده، الحمد لله إن هي ما طلعتش حاجة تانية أوحش من كده. وربنا يعني يا رب ربنا ما يزعلش مني ان انا اعترضت ان كان في بيبي تاني او حاجة. حقيقي اتعلمت وعمري ما هعمل كده تاني. بس كده، ده كان سبب غيابي عنكم الفترة اللي فاتت يعني. انا عملت الفيديو ده مخصوص علشان انصحكم كلكم، بحيث ان انتم مفيش ولا واحدة فيكم تقع في نفس الغلط اللي انا وقعت فيه مرة تانية.